السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا وجع البطن في المنام. أولا ونبدأ برؤيا وجع البطن في منام العزباء. وجع البطن في المنام للعزباء يشير إلى أنها تخفي سر كبير عن المحيطين بها، لكنها لا تتمكن من تحمله وحدها. المعاناة من المغص للفتاة العزباء في المنام يشير إلى أنها تصرف الأموال في الأمور التافهة وأن عليها الحد من ذلك. كما يرى بعض المفسرين أن وجع البطن في المنام للعزباء يدل على أنها فتاة محاطة بالكثير من الحاقدين الذين يتمنون لها الشر. تحمل رؤيا المغص للفتاة أنها قد تعاني من الحزن والكآبة بسبب التعرض لأحداث سيئة. إذا كانت الفتاة تدرس يدل ذلك على أنها سوف تواجه مشاكل في دراستها، لذا عليها الاستعداد والمثابرة للوصول إلى النجاح. رؤية العزباء البطن المنفوخة في المنام تدل على أنها سوف تحصل على رزق كبير في حياتها. إن كانت مخطوبة ورأت أن بطنها منفوخة وتؤلمها في المنام، يدل على أنها سوف تتزوج عن قريب وترزق بالذرية الصالحة. تلك الرؤية تحمل أخبار سارة إلى حياة الفتاة، فقد تكون رجل صالح يتقدم لخطبتها أو الوصول إلى مركز مرموق في وظيفتها. خروج القيح أو الصديد من بطن الفتاة في المنام تدل على أنها تقوم بأفعال مشينة وسوف تفضح وتعاني من المشاكل العائلية. رؤية الفتاة العزباء لأشياء غريبة بتخرج من بطنها عند اقتراب زفافها تشير إلى أن الزفاف لن يكتمل. خروج أحشاء الفتاة في المنام تدل على التخلص من كل مشاكلها مع خطيبها وانعقاد الزواج أخيرا، بينما إن رأت أحد والديها تخرج من بطنه أحشاء يدل على التخلص من الهموم والديون. جرح البطن الذي يظهر بوضوح في منام الفتاة يدل على أنها سوف تحقق ما ترغب به. ضرب الفتاة على بطنها من قبل الآخرين تشير إلى التخلص من كافة العراقيل. فتح البطن بشكل مؤلم في منام العزباء يدل على زواجها عن قريب. رؤية العزباء وهي تنظف بطنها من الداخل يدل على أنها فتاة واضحة. تفسير رؤية مغص البطن أو وجع البطن للرجل. إذا رأى الرجل أن بطنه كبير في المنام يدل على أنه سوف ينجب أطفال وتكون ذريته كثيرة. وإذا رأى الرجل في المنام أن بطنه صغير يشير إلى الفقر والأزمات المالية وقلة المال. مغص البطن أو ألم البطن للرجل يدل على الخير الكثير الذي سوف يحصل عليه في حياته. وإذا كان مغص البطن شديد جدا فهذا يشير إلى التربية الصحيحة والجيدة لأبنائه. إذا رأى الرجل في منامه مغص البطن وكان خفيف فهذا يدل على قلة المال، وممكن أن يشير إلى أن هذا الرجل لا يستطيع الإنجاب. تفسير رؤية وجع البطن أو مغص البطن للمتزوجة. رؤية المتزوجة أن بطنها تؤلمها يدل على أنها تحمل لزوجها المشاعر السلبية. وجع بطن المتزوجة يدل على أن هناك أصدقاء سيئين يرغبون في التفرقة بينها وبين زوجها. ويرى المفسرون أن وجع البطن يدل على معرفة المرأة المتزوجة بأسرار عن بعض الناس وأنها لا ترغب في كتمها. إن كانت المرأة تشعر بالمغص فيدل على تناولها لسحر مرشوش يرجى بها التفرقة بينها وبين زوجها. تناول المرأة شيء في المنام يؤدي إلى شعورها بالمغص يدل على أنها تعاني من مشكلات إنجابية. إن كانت لدى المرأة المتزوجة أولاد وترى أن بطنها تؤلمها يدل على أن أحد أولادها سوف يرسب في سنته الدراسية. وحلم المتزوجة بوجع بطنها يكون إشارة لها لإفصاح الأسرار التي تظهر الحق. إن كان الزوج يقوم بأعمال خفية لا تعرف المرأة عنها شيء فيشير وجع البطن في المنام إلى أنه يكسب أموال غير مشروعة. بطن المتزوجة الكبيرة تدل على أنها تعيش بشكل سعيد مع زوجها وتؤكد أنها سوف تنجب أطفال مرة أخرى. وجع البطن غير المحتمل في منام المتزوجة يدل على أنها تعاني من بعض المشكلات الأسرية لكنها سوف تنتهي عما قريب. وجع بطن الزوج في المنام تدل على الحصول على رزق وفير. تفسير رؤيا وجع البطن للحامل. وجع البطن في منام المرأة الحامل ما هو إلا رؤية نفسية نتيجة خوفها من الولادة وشعورها بالألم أثناء الوضع، فتأتي هذه الرؤى في منامها فهي هواجس وليس لها أي تفسير. تفسير رؤيا وجع البطن في المنام للمرأة المطلقة. يعد وجع البطن في المنام للمطلقة إنذار للإفصاح عما تعرفه من أسرار تنقذ من حولها من التورط بالمشكلات. كما يمكن أن تدل مغص المطلقة في المنام أنها تقوم بأعمال غير مشروعة لكسب المال. وأيضا يمكن أن تكون وجع المطلقة لبطنها تدل على أن المحيطين بها يرغبون في انحدارها وتورطها في المشكلات.
الحبوب التي تتسبب في وجع بطن المطلقة في المنام تدل على أنها تقوم ببعض المعاصي التي تخفي عن عائلتها. خروج الأحشاء من بطن المطلقة تشير إلى التخلص من المشكلات. تقلصات البطن في المنام للمطلقة تدل على أن المطلقة معرضة للحسد من قبل المحيطين بها. كما تشير العملية الجراحية في البطن على أن المرأة تتخلص من كل ديونها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.